أخونا عبد العزيز من المملكة وبنوجه تحية لأهل المملكة. سأل واحد من أكتر الأسئلة جدلا في القرنية المخروطية. عندك قرنية مخروطية في عين متقدمة وعملت فيها تثبيت، العين التانية تعمل فيها تثبيت قرنية ولا لأ؟ إزاي هتعمل تثبيت؟ أنت مش عارف إن التثبيت ده ممكن يأثر على النظر حتى لو مؤقتا؟ مش عارف إن هو ممكن يعمل زغللة، يعمل مشاكل في القرنية مثلا؟ عارف كده ولا مش عارف؟ طب معلش، هو انت مش عارف برضو ان المخروطية دي مرض بيجي في العينين الاتنين بنسبة 100%؟ يعني انت عايز تستنى الموضوع لما يبدأ يأثر على العين السليمة اللي احنا عايزين نحافظ عليها وتقوم بعدها تعمل العملية؟ احترت ولا لا؟ بس انا هنا عشان اقول لك ازاي هنتصرف في الموقف ده. نتفق ان فعلا القرنية المخروطية مرض بيجي في العينين تقريبا بنسبة 100% من الحالات. بيبدأ في عين وممكن العين التانية تبقى أبطأ منها شوية، بيبدأ في عين ممكن تتأثر جامد والعين التانية ممكن يجي يعدي عليها وقت وما تتأثرش جامد، بس هو هيجي بنسبة 100% في العينين الاتنين. المعلومة التانية اللي احنا عايزين نعرفها ان تثبيت القرنية ده مش بيحسن النظر، تثبيت القرنية وقاية عشان الموضوع ما يتطور. امتى بقى هنعمل تثبيت؟ لو العين اللي هي الوتيرة بتاعة القرنية المخروطية فيها دي مش سليمة تماما، بل بدأ يحصل فيها مشاكل. تحدب القرنية زاد مثلا، سمك القرنية قل، ضعف النظر زاد، أو السن بتاعنا أقل من 24 سنة، عشان لما بتيجي في السن الصغير غالبا بتبقى عنيفة وبتتطور. عندنا تاريخ مرضي في العيلة لقرنية مخروطية، آخر حاجة تخليك تثبت في القرنية السليمة إن العين التانية وصلت لمستوى سيء جدا، فأنا لازم أحمي العين بتاعتي عشان الموضوع ما يتطورش فيها. دي العين السليمة بتاعتنا وإحنا عايزين نحافظ عليها. طب امتى بقى ما ثبتش واتابع؟ خليك معايا. لما تكون القرنية بتاعتي اكس 100% قرنية طبيعية، لا في حاجة على السطح الخلفي، لا في حاجة على السطح الأمامي، لا النظر بتاعنا كويس، مفيش ضعف نظر، مفيش أي حاجة خالص. السن بتاعنا يكون كبير نسبيا، يعني معدي مثلا 35 سنة، فخلاص أنا داخل في المرحلة اللي ربنا بيعمل تقوية طبيعية للقرنية بتاعتنا. ان العيان بتاعنا يكون متفهم انه مش هيروح بيتهم كده، لا احنا لقينا ان مفيش تدهور في المقاسات والقرنيه طبيعيه وسنك كبير، بس بعد اذنك انت هتشرفنا في المركز كل 4 ل6 شهور عشان نعمل فحص قرنيه، ولو لقينا اي بدايه تدهور مش هستناها بقى لما تيجي للتاني، ده اي بدايه تدهور انا مستنيه عشان اشوفه هقوم عامل تثبيت قرنيه على طول. في الاول وفي الاخر والله في مقوله حلوه قوي قريتها: لو عندك شك او محتار اعمل تثبيت قرنيه عشان نسيج القرنيه بتاعنا لا يعوض. اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه، انا مش عارف انتوا فهمتوا حاجه ولا لا، لازم ترد عليا وتفهمني دلوقتي في التعليقات انت فهمت حاجه من الكلام اللي انا بقوله ولا لا. لو عجبك الفيديو شيره مع اصدقائك وادعمنا لو انت شايف ان احنا نستاهل الدعم، لو مش شايف ان احنا نستاهل الدعم خلاص تمام، مفيش حاجه تانية اقدر اعملها. مع السلامه.